شي حروف اللي هي مخربقه وما مفهوماش. قلت ليها مزيان صراحه الله يكثر خيرها، غير هو الا ما عجبكش الخط تقدري تحيديه. المهم هي بدات كضحك وقالت لي الصراحه هو راه زوين ولكن داكشي اللي مكتوب فيه راه ما فهمتو. واحد شويه شدات داك الخاتم مع حيداتو، الصوت ديال ساره طاح. كنقول لها ساره 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 فين مشيتي جاوبيني. والو ما كتجاوبش السيده، ما تنسمع حتى شي حاجه، الصوت تقطع. عاوتاني صونيت والو ما كتجاوبش، وانا نصوني على با داك الساعه. قلت ليه ولكن ديك الساعه راه باش نزيدكم واحد الديتاي، كان ديك الساعه راه مشى الحال، كان تقريبا شي 11 ونص ديال. المهم جاوب داك الساعه وقال لي مالك ولدي محمد. قلت ليه اسمح لي يا عمي ولكن راني كنت نهضر مع ساره وهي ما بقاتش كتجاوبني وتقطع الصوت. قال لي لا راه في بيتها، بلاتي خليك معايا شويه. انا من صوته سمعتو كيقول لي ساره ساره نوضي يا بنتي. واحد شويه ويدخل البيت، سمعت واحد الصوت ديال ما تتغوت. انا تخلعت جريت لبست حوايجي نزلت من الدار، مشيت عند دارهم بديت تنطق والو ما تيجاوبني حتى واحد. هما الجيران يخرجوا عندي قالوا لي راه داوها للكنينيك. مشيت عندهم لقيت الاب ديال ساره وامها والناس من العائله. قلت لهم اش واقع ياك لاباس؟ قال لي باها ما عارف الصراحه، حتى لقيناها طايحه في الارض يديها تتسيل بالدم، ما فهمنا حتى شي حاجه، وصوابعها بحال زورق بزاف. المصيبه ان الدكاتره كلهم ما عرفوش شنو عندها ولا شنو طرا ليها. المهم دخلت للغرفه عندها لقيت تحت عينيها الكحول صراحه، وعينيها بحال مضروبه، وصوابعها ديال يدها باش نزيدكم واحد الديتاي اللي هما ولاو زورق. قلت للطبيب دير شي حاجه، قال لي مازال ما عرفناش شنو